وفي الرياضة، وفي مبادرة لتشجيع المنافسة بين التلاميذ لتحصيل أحسن نتائج خلال السنة الدراسية، نظمت أمس مدرسة التربية الرياضية أسود نوميديا بدراريا بالعاصمة حفلا تكريميا لرياضي الكيك بوكسينج المتحصلين على أعلى معدلات خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية، بحضور الرياضيين وأوليائهم والمدرب السابق للفريق الوطني للكيك بوكسين بن ختو يحيى. تفاصيل أوفر في هذا التقرير بصوت عبد السلام شكركر. رياضيين حملوا الراية الوطنية في عدة مناسبات دولية. نظم مساء أمس البطل العالمي للكيك بوكسينج أحمد سيفي حفلا تكريميا لرياضيه المتفوقين خلال السنة الدراسية بحضور التلاميذ وأوليائهم إلى جانب حضور المدرب الأسبق للفريق الوطني للكيك بن ختو يحيى كضيف شرف. احنا مدرسة التربية الرياضية الكيك بوكسينج باور تريننج كلوب نظمت حفل تكريمي الرياضيين يتحصلوا على المعدل 9 في الفصل الثاني، وهذا جاء بعد تكريم رياضيين يتحصلوا على 9 في الفصل الأول. وفي الفصل هذا كان عدد الرياضيين يتحصلوا على 9 كان أكبر، وهذا شيء شجعنا ويشرفنا، وهذا الشيء اللي فرحني اليوم أنا في التكريم هذا. نشكر النادي على الاستضافة اللي داروه لنا اليوم، ونعتبر أن الأخ سيفي كبطل عالمي اليوم عرف كيف يزيد يبرز كمدرب كي نظم هذه التظاهرة الرياضية اللي نعتبرها متميزة، كونها دار إدماج بين الرياضة والدراسة. المبادرة هذه لاقت استحسان التلاميذ المكرمين وكذا أوليائهم، معتبرينها حافزا لهم لبذل المزيد من الجهود في مشوارهم الدراسي. جبت 9 المعدل وراني فرحان كي كرمني الشيخ تاعي، وإن شاء الله في الفصل الثالث أنا نكون الأول. عطاو لي جائزة وتاني تروفي وتاني شهادة، وراني فرحاني بلي الشيخ دي يعطى لي جائزة والشهادة. كما تخلل الحفل حفل لمنازلة بين رياضي الكيك لنادي أسود نوميديا بغية تعريف الحاضرين.